حدانا في الأرياف كان يقولولك ايه لما يكون في فرح؟ الستات كده تتجمع وتقولك وسعي يا اختي وسعي، اما ادخل اشوف الطباخ اللي جوه ده بيعمل الكفته بتاعته دي ازاي. ده احنا بناكل كفته من ايده مهما عملناها، ومهما عملنا وحطينا في اللحمه ما بندقش الكفته بالحلاوه دي. انا عايزه اقولك ان انا النهارده من الفيديو ده هيبقى معاكي سر الوصفه او سر مهنه الطباخ في الكفته بتاعته. تريكات حلوة قوي 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 هتفرق معاكي جدا في الطعم، وهتطلع لك احلى كفتة وزي بتاعة الطباخ واحسن كمان. يلا بسم الله نبدأ مع بعض ونشوف عملنا الكفتة الحلوة دي ازاي. خلينا متفقين ان حتة اللحمة اللي احنا بنفرمها هي المسؤولة عن طعم اللحمة، هي اللي هتدينا نتيجة حلوة جدا. الا وهي ان احنا المفروض نستخدم حتة لحمة كده تكون ملبسة او مدهنة او مفرمين عليها حتة دوش او حته دهنه كده. تمام كده، انا هنا معايا بالظبط ربع كيلو من اللحمه، ضفت عليه خضار وبصل قيمه ربع كيلو، يعني احنا ضعفنا الكميه. المهم انا هنا ضفت ربع كيلو من اللحمه، عليهم بصلتين وعليهم قرنين فلفل وكمان فصين من الثوم. يعني البصل والفلفل والثوم قيمة ربع كيلو كده من الخضار، وفرمتهم في الكبة ونزلتهم بعصارتهم مع ما شلتش التفل ولا نقلت المية بتاعة البصل في حتة تانية خالص. لا، انا خدت الكبة كده او اللي انا فرمته في الكبة حطيته على اللحمة مباشرة. توابلك بقى عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة او بهارات مشكلة، مفيش اكتر من كده. طيب التركات اللي هتفرق بقى معاكي في الطعم: معلقه من دبس الرمان ومعلقه من الصويا صوص، مهمين جدا جدا وبيودي الطعم في حته تانية. وطبعا كفته معروفه هنضيف لها معلقه صغيره من البيكنج باودر، بتنفش الكفته كويس وبتخليها كده هشه وجوسي حلو قوي. وبقلب كل المكونات دي مع بعض عجنتين تلاتة كده وبس خلاص. بحضر بقى معايا حته فحمه كده، وبقوم مولعاها وحط عليها نقطتين من الزيت، واغطي الطبق او البول اللي انا عجنت فيهم اللحمه واسيبها شويه كده تتفحم او تتدخن بحته الفحمه كده. وكده معانا كفته خطيره. تعالوا بقى نشوف تريكات الطباخ في تسويه اللحمه. عايزه اقولك بقى بيسووها بالطريقه دي، مش بيسووها باي طريقه تانية يا جماعه. ومحدش يقول لي ده القصدير او الفويل ضار والكلام ده كله. انتوا هتعملوا كفته كده مره من نفسكم، فما تخافوش يعني، سيبوها لله يا جماعه. المهم هنا بقى ببدأ ان انا بعد ما الفحم كده او التدخين بدخن اللحمة او التدخينة خلصت معايا، ببدأ ان انا اصبع الكفتة. بصبعها ازاي؟ بجيب قطعة كده من اللحمة او صباع من اللحمة، وابدأ ان انا الفه في ورق من الفويل بالشكل ده، زي البونبوني كده بس على كبير شوية، او صوابع كده زي ما انتم شايفين. وبقفلها من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، من الجنبين بمعنى اصح. وببدأ ان انا احطهم في صينية تكون في ألمونيوم، بقى تحطوها في صينية تيفال براحتكم خالص. بس عموما الطباخين بيسووا الاكل بتاعهم في الصواني الألمونيوم او الصاجات الألمونيوم. ببدأ ان انا احط كده، اخلص الكمية اللي انا عملتها قدامكم دي بالقصديرة الفها كده، وابدأ ان انا احط بس معلقتين كده من الزيت في الصينية. وخلاص على كده بدخل الصينيه الفرن، مش بشغل الشوايه ولا اي حاجه خالص. انا بشغل الفرن من تحت على نار متوسطه. وبعد شويه ببدا ان انا بعد ربع ساعه تقريبا كده ببدا ان انا اقلب الكفته يمين وشمال او اهزها كده بالصينيه بفوطه كده. وبس خلاص، عايزه اقول لك بالظبط نص ساعه او اقل من نص ساعه بتكون مستويه معاكي الكفته وزي الفل. بسيبها تبرد بس دقيقتين تلاتة كده، وابدا ان انا اشيل الفويل او القصدير منها علشان بيبقى سخن شويه. وعايزه اقول لك والله ولا اتحطت في الفحم، من يعني اتحطت على الفحم من بره، ولا اتحطت في الفرن على الشوايه، ولا اتشوت على الشبكه، ولا اي حاجه خالص، في القصدير او في الفويل. ودخليها الفرن في صينيتك وبس خلاص، واخده لون وزي الفل. وهي دي كفته الطباخ او هي دي كفته الافراح. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو في حاجه انتم مش فاهمينها في الكفته عموما، ابعتولي او اكتبوا لي كومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعايه الله، ومستنيه ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا.